من الأمور اللي بتفرق شعب عن شعب أو مجتمع عن مجتمع، إنه المجتمع لما بيوصل لمرحلة معينة من الرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وطبعا المادي والسياسي بمفهوم عصره. آه، ممكن بيحصل إن المجتمع بياخد اتجاه من اتنين. ممكن الاتجاه الأولاني إن هو مجتمع يغرق في الذاتية ويغرق في إن هو يبسط نفسه، والحياة بتتحول لمجموعة من إثبات الوجود. يعني بتتحول لمجموعة من أشكال إثبات الوجود وإثبات الغنى وإثبات إن إحنا ولاد ناس كويسين، وإن إحنا أغنياء، وإن إحنا عندنا بيتكلموا كويس، وعيالنا متربيين وعيالنا متعلمين. وكان ده مش حقيقي خالص طبعا. هم يعني المستوى المادي يستحيل يكون هو الأساس في عمل تربية أو تعليم. إنه الفكرة التربية والتعليم هي لازم يتعبر عنها بالأخلاق. يعني آه، الثمرة الحقيقية، الثمرة الصالحة من التربية والتعليم هي الأخلاق. لو في حد قال أنا عندي تربية وتعليم مطلعش أخلاق، لا، يبقى هو ما عندوش أخلاق. هو عنده بقى شوية اضطرابات قيمة وشوية تحقيق للذات وشوية إنه ينبسط. يعني إحنا مثلا لما ندي مثل إن إحنا زمان لما كان المصيف بتاعنا اللي هو مكرونة بشاميل وحتة فراخ بانيه، خالتك بتعملها في البيت وتاخدها معاك تاكلها على البحر. واحنا بنتكلم كده في الاول التمرينات خالص لما كان الواحد صغير، ده كان شكل المصيف بالنسبه لنا، وتمشيه على الكورنيش ونشتري ايس كريم عزه، ويعني دي كانت المصيف على ايامي. كنا بنرجع مبسوطين. في حين ان احنا لما المصيف اتحول بقى لوايت وبلاك وريد وكيو ار وما بقتش الزلابيا اللي هي الزلابيا وخلاص، بقى الزلابيا عليها نوتيلا. يعني لازم حاجة عليها حاجة، لازم الحاجة عليها أفورة، عليها سكر. يعني من الآخر احنا افتقدنا فكرة الانبساط أو فكرة اللذة. لما اجي اعكس دوت على مجتمع زي المجتمع المصري، ان المصري لما حقق شكل من اشكال الرخاء، آه، الرخاء دوت هو اللي خلاه يفكر طب انا وصلت لشكل من اشكال الرخاء ووصلت الحياة مستقرة، وبقى عندي مباني، وبقى عندي بيوت، وبقى عندي زراعة، وبقى عندي تعليم، وبقى عندي حاجات كتيرة قوي. طب واخرتها، اخرتها ايه؟ اخرتها هي الواحد هيموت. طب بعد ما هنموت هنروح فين وهنقابل مين؟ فأصبح التفكير في الحياة الأخرى هو اللي باعث على الإنتاج الشكل ده من الحضارة. وده السبب اللي خلانا ما نلقاش خالص ليهم بيوت عادية هم كانوا بيعيشوا فيها. احنا كل اللي بنلقاه ليهم مقابر أو معابد أو أهرامات، مش لأنه كان شخص كئيب بيحب الموت، لكن كان هو شايف إنه الفترة اللي انت هنا فيها على الأرض دي فترة حاجة temporary، هيجي لها يوم وتخلص. لكن فترتك في الأبدية، الريفرنس بتاع شكل الأبدية انت بتختاره عن طريق أعمالك. أعمالك خير هتروح في مكان خير، أعمالك شر هتروح في مكان شر. فهو كان عادل جدا في القصة دي. بالتالي لما هو يقول ان الأبدية شكلها كده، اللي هيعمل أعمال خير هيروح في مكان خير، واللي هيعمل أعمال شر هيروح أعمال شر، ده معناه حاجة واحدة. ده معناه ان هو كمان كإنسان كان شايف الإله اللي بيعبده هو إله خير. يعني انا هنا في المتحف الكبير بتفرج على القطعة اللي قدامي اللي على الأوتريوم. فشايف كل القطع بتوصل لمعلومة واحدة. احنا هنا موجودين عشان نقول لك احنا بعد كده كل واحد مصيره ايه وهيروح فين.